طبعا الكور اي 9 ال 10885 اتش ال 2.4 جيجا هرتز مع 16 ميجا جاش للبلاي ستيشن 55 50 او 5750 360 او ايا كان بتنطقه ازاي. الجهاز ده الفتره الاخيره كده طلع عليه شويه اشاعات وشويه سم في العسل، بس تعالى اقول لك انت ازاي تختار الجهاز ده وامتى وليه وازاي تحافظ عليه وازاي فعلا يديك اداء مع درجات حراره مناسبه وتحافظ على الجهاز. ما شاء الله من افضل اصدارات ديل، وديل بلاي ستيشن هي الفئه الاعلى، بس في مغالطات كتير جدا الفتره الاخيره. الجهاز ده مش احسن جهاز تعتمد عليه مقارنه طبعا بالديل بلاي ستيشن السيريس 7 75 50 المقابل ليه في نفس الجنريشن. اكيد طبعا درجات الحراره مش هتبقى نفس الدرجات، بس في كام حاجه انت محتاج تخلي بالك منهم وتشتري الجهاز ده. الجهاز ده عامه احنا الحمد لله موفرين منه كميات رام مش كبيره، بس هو نسخه الكور اي 9 الجيل العاشر بتديك طبعا اداء يعني كويس جدا للاجهزه الورك ستيشن. وكمان بالنسبه للرامات متوفر منه رامات 16 ورامات ال 32 برغم ان الرامات دلوقتي اسعارها ما بقتش. فخلينا كده ناخد بس السبيكس اولا وتعالى اكلمك على النصيحه اللي انا عايز اقول لك عليها. طبعا الكور اي 9 ال 10885 اتش ال 2.4 جيجا هرتز مع 16 ميجا جاش، طبعا غير ال 8 كور وال 16 ثريد والرامات طبعا. بس الاهم من كل ده هو نسخه كارتي 2000 كيو ماكس كيو ديزاين، فطبعا تقدر تعتمد عليها ب 4 جيجا، هيكون كويس جدا لكل شغل الجرافيك الحاجات المونتاج البريمير. التفاصيل دي كلها مش هدخلك فيها، بس الجهاز ده انا عايز تديك فيه نصيحتين. طبعا وانت بتشتري الجهاز ده لازم تبقى مركز قوي على الحاله، في الحاله بتفرق جدا في جهاز زي ده تحديدا، وهقول لك ليه. بس بتبص على المخارج وتبص على المسامير وتبص على كل التفاصيل دي كلها عشان تتاكد فعلا انت معاك قطعه هي حالتها ممتازه. طبعا مروحتين التبريد مخلين الجهاز، بس الجهاز ده ما ينفعش على مكتب كده بشكل عادي ومش محتاج ستاند مراوح. يكفي جدا ان الستاند ده او اي ستاند ده، بس الستاند اللي انا برشحه الستاند ده الميتال بتاعته معموله برده من الالومنيوم، فمجرد انت ما حطيته على الجهاز بالشكل ده خلاص انا هبدا بس يعني افتح الجهاز بس محتاج يكون مرفوع بشكل ما على البتاع بحيث ان يبقى يكون مدي فعلا جوده الحراره. مثل الستاند ان انت حتى لما تيجي تقعد على مكتبك انت قادر تقعد وتستخدم الجهاز، سواء حتى لو يكون معاك ماوس كورد خارجي او الكلام ده كله، انت قاعد مستوى الرؤيه مش قاعد موطي مش قاعد، فتديك حتى كمان قاعده مريحه ليك لو انت استخداماتك طويله. في نفس الوقت انت اصبح مستوى الرؤيه يعني على طول قصاد الشاشه، فيكفي جدا الستاند ده. وكمان حاجه ثانيه، احنا في منتج ضمان سنه، ضمان سنه مش بس اساعدك في الصيانه ولا بساعدك، لا كمان ضمان السنه انا بوفر لك المعجون الاوريجينال الخاص بالتبريد اللي لازم مهم جدا. الجهاز ده لازم يتغير على الاقل مره في السنه او لو يحبذ مرتين في السنه، بحيث ان انت فعلا تفضل محافظ على درجات الحراره. معجون النظيف المعجون الاصلي اللي يقدر يحافظ لك او ينزل لك 10 درجات حراره ما تستهونش بيه وما ينفعش تهمله. ده غير طبعا المراوح الموجوده مع الوقت بيبقى في ترابه بيبقى في الغبار في الحاجات دي كلها، فمهم تتنظف، مهم ان احنا نشيل المعجون القديم ونحط معجون تاني. ده في منتج الستور مش همه، احنا بنوفره لك كل ده مجاني. ما دام انت عامل في منتج وما دام انت اشتريت الجهاز من عندنا فهنقدر نوفر لك ده، فانت ما تقلقش من الجهاز ده. الجهاز ده انت بتروح له انا عارف وقت بنرشحه لك، حتى احنا كمان فتنا بنرشحه لكل اللي محتاج جهاز يتحرك بيه طول الوقت. ما ينفعش جهاز يكون وزنه 5 كيلو وانت طالب في كليه حاسبات شايله كل يوم من البيت للكليه مش هتتحرك بيه. محتاج فعلا جهاز يكون بيديك الاداء ده مع الوزن ده، فالمعادله ديت انت بتروح لها لما تكون محتاج لها، لكن انت ما تقدرش يكون عندك رفاهيه ان انت الجهاز مش هتتحرك بيه وفي نفس الوقت تروح للجهاز ده. فالجهاز زي ما انت شايف حاله ممتازه جدا، وده لازم تركز عليه ودايما هنعودك عليه في منتج ستور، ان احنا فعلا نختار لك الافضل للاجهزه ديل ورك ستيشن، حتى كمان ديل بلاي ستيشن سيريس 5 سواء 55 50 او 60 كل ده متوفر. نسخه الكور اي 9 ضمان سنه 36 نص تبيلو ايد ارت الجول في نص قمنا هنسيبها لك على الشاشه. محتاج اي استفسار محتاج مساعده هنرشح لك الجهاز المناسب ليك. وما دام جيت هنا في منتج ستور مفيش اي جهاز يخوفك، لازم تبقى مطمن ولازم تبقى انت عارف انت بتدفع حاجه قيمه مقابل سعر وبتاخد ضمان حقيقي.